دي انا روك اللي بتكون مصابه بمرض رهاب الخلاء، والاشخاص اللي بتبقى مصابه بالمرض ده ما بيقدروش يطلعوا بره بيتهم، لان بالنسبه لهم كل الاماكن العامه هي بيئه خطره عليهم، ولو خرجوا بره البيت بتجيلهم نوبه هلع لحد ما بيقدروا يرجعوا بيتهم تاني. وانا كانت مصابه بالمرض ده من 10 سنين، ومن وقتها وهي في بيتها وما بتقدرش تخرج منه. وبالنسبه للاكل وطلباتها فكان بيجي لها اكل بشكل منتظم كل يوم من شخص اسمه دان. وفي يوم بتسمع انا صوت في الجنينه، وبتنزل تشوف الصوت ده جاي منين، وبتلاقي اخوها كونراد قاعد في الجنينه بره، فبتقول له يدخل البيت. واخوها كونراد بيبقى مصاب بسرطان البنكرياس، وبيكون عايش مع انا من وقت ما والده متوفى، وهي اللي كانت بتخلي بالها منه. وتاني يوم الصبح بتجيلها محاميه وبتقول لها ان كونراد اخوكي هو اللي بعتني، وبيطلب مني انه لو اتوفى انت اللي هتورثي كل حاجه، بس بترفض انا انها تمضي على الورق. واثناء ما هما بيتكلموا بيخبط شخص على الباب، ولما بتروح انا تفتح بتلاقيه دان اللي بيجيب لها الاكل اليومي، وبيبقى واضح ان انا معجبه بدان. واثناء ما هما بيتكلموا بيسمعوا صوت خبطه قويه، فبتخرج انا وبتلاقي كونراد وقع على الارض، وبتحاول تساعده انه يقوم، وبعد كده بتفضل جنبه وبتقول له انها مش عارفه هتعمل ايه لو حصل له حاجه. فبيقول لها كونراد انه ممكن يموت في اي لحظه، وعلشان كده كان على طول بيشجعها انها تخرج من البيت، بس هي كانت بترفض. ولما بيقول لها انها لازم تسامح باباهم فبتتعصب عليه وبتقول له ان ده مستحيل يحصل، وبتسيبه وتمشي. وبيبقى مش واضح ايه اللي هي المفروض تسامح باباها عليه. وبالليل وهي نايمه بتسمع صوت جهاز القلب وهو بيصفر، لان للاسف اخوها كونراد بيكون اتوفى. وبعدها بتيجي الاسعاف وبتاخد جثته. وتاني يوم بتنظف انا البيت من كل الادويه والمستلزمات بتاعه اخوها، وبعد كده بيجي لها داني يوصل لها الطلبات اليوميه، ولكنها ما بتقدرش تتمالك نفسها قدامه وبتعيط. وبعدها بيدخل داني يقعد معاها وبتقول له على وفاه اخوها، فطبعا بيعزيها وبيواسيها، وبيسالها اذا كانت هتمشي من المكان بعد موت اخوها ولا لا، بس هي قالت له انها ما عندهاش مكان تروحه. فبيقول لها دان انه بيتمنى انه ينتقل لمدينه تانية في يوم من الايام، بس مشكلته هي الفلوس. فبتروح انا بسرعه للدور التاني وبتديله شنطه، ولما بيفتحها بيلاقي الشنطه مليانه فلوس، وبتقول له ان الفلوس دي هتحل له مشكلته، وان المبلغ ده مش هيعمل لها اي مشكله لانها معاها اضعافهم شايلاهم ومش محتاجاهم. بس بيرفض داني ان هو ياخد منها الفلوس وبيشكرها وبيمشي. وتاني يوم بتجهز انا نفسها علشان جنازه اخوها، وبيجيلها رساله من اكتر من شخص وبيطلبوا منها انها تطلع من البيت وتحضر الجنازه، بس طبعا هي بتكون خايفه تطلع من البيت بسبب المرض اللي عندها، فبتقرر انها مش هتروح وهتفضل قاعده في البيت. وبتاخد براد الميه وبتولع عليه النار، وبعد كده بتسمع صوت بره البيت، وبتلاقي عربيه نزل منها شخصين وبيقربوا ناحيه البيت وبيتاكدوا ان مفيش حد جوه. وكمان بتتفاجئ انا بشخص تالت بيكسر الباب الخلفي وبيدخل للبيت، فبتنزل انا تحت الترابيزه بسرعه، وبيروح الشخص التالت يفتح الباب للباقي، وبيدوروا في كل حته في البيت وبيتاكدوا ان مفيش حد هنا. بس لما براد الميه بيطلع صوت وبيلاقوا النار مفتوحه بيعرفوا انها لسه جوه البيت وما خرجتش، وبيأمرهم رئيسهم واللي بيكون اسمه جي بي انهم يدوروا عليها ويقطعوا سلك الاتصال. وبتكون انا وقتها طلعت من الدور اللي تحت الاوضه فوق في الدور التاني، وبيفضلوا كلهم يدوروا عليها، بس بيلاقيها واحد منهم واللي بيكون اسمه بيري، بس بتقدر انها تهرب منه وبتنزل تجري على السلم لحد ما بتطلع قدام باب البيت بالظبط، لكن طبعا بتقف قدام الباب من غير اي حركه وما بترضاش تخرج للشارع. ولما بيشوفوا المجرمين الموقف ده بيتصدموا لان الباب مفتوح قدامها بس هي ما خرجتش، فبياخدوها وبيقعدوها على الكنبه، وبيسالها جي بي عن سبب وجودها في البيت رغم ان اخوها لسه متوفي والمفروض انها تكون في جنازته، لان هو طبعا ما بيبقاش عارف حالتها. اما الشخص الثالث واللي اسمه فانس وده بيكون اخو جي بي، ولما بيسالها جي بي على مكان الفلوس بتفضل ساكته وما بتردش عليه. واثناء ما هما بيتكلموا بيدخل عليهم بيري وبيكون ماسك في ايده جيركن بنزين، وبيقول لهم انهم لازم يكونوا مستعدين علشان يولعوا في البيت قبل ما يمشوا. ولما بيسمع فانس كده بيقول لهم انهم ما ينفعوش يولعوا في البيت، وبيكون خايف جدا وهو بيتكلم، فبيتعصب جي بي عليه علشان يسكت، وبيقترح بيري ان هم يقتلوا انا دلوقتي، بس جي بي بيقول له ان هم مش هيقتلوا حد. وبعدها بيأمره ان هو يفضل مع انا، وبيروح هو يتكلم مع اخوه فانس وبيقول له ان هو يقدر يمشي دلوقتي لو حابب، وهو كده كده سجله نضيف وعمره ما عمل اي جريمه، فقدامه فرصه ان هو يفضل زي ما هو لو سابهم ومشي. بس فانس بيرفض وبيقول انه محتاج الفلوس، فبيوافق جي بي ان هو
هو يكمل معاهم، بس بشرط انه يعمل اي حاجه يقول له عليها. وفي الوقت ده بيكون بيري مع انا وبيسالها عن سبب عدم خروجها من الباب، مع ان الباب كان مفتوح والشارع قدامها، ومع ذلك قررت انها تفضل في البيت مع 3 مجرمين على انها تخرج. فبتقول له ان عندها مرض وانها ما خرجتش من البيت بقالها 10 سنين، فبياخدها لبره بالعافيه وبيرميها قدام الباب. فطبعا بتيجي لانا نوبه هلع وبتفضل تصرخ وتصوت بهستيريا، وبتكون مش شايفه اي حاجه قدامها وحاسه بدوخه قويه. فبينزل بسرعه جي بي على الصوت وبيقومها، بس مش بيدخلها البيت على طول، وبيسالها الاول عن مكان الفلوس. لكن لما بيلاقي حالتها بتزيد بيدخلها البيت، وبيأمر فانس اخوه ان هو يطلع معاها ويساعدها تغير هدومها. وفعلا بيطلع معاها فانس وبيطلع لها هدوم. واثناء كده بينزل جي بي وبيري للسرداب، وبيلاقوا بابين مقفولين كويس جدا تحت، وبيبقوا متاكدين ان الفلوس هتكون موجوده في واحده منهم. وفي الوقت ده انا بتستفز فانس، فبيفقد اعصابه وبيخليها تغير هدومها بالعافيه. بس فجاه بيدخل عليهم دان وبيبعد فانس عنها، وبيفضل فانس يعتذر لدان، وبتفهم وقتها انا ان هما مع بعض، فبتجري من الاوضه. وفي الوقت ده بيطلع جي بي وبيري، واول ما بيشوفوا دان بيضربوه وبيربطوه وبيحطوه على الكنبه، وبيطلعوا بعد كده يدوروا على انا. وفي الوقت ده بيروح بيري يجيب العصفور اللي انا مربياه، وبيهددها يا اما تخرج يا اما هيقتله، بس هي بتفضل ساكته. فبيقتل بيري العصفور، وبيفضل فانس يدور عليها لحد ما بيقدر يلاقيها في الحمام، وبيقول للباقي انه هيقدر يمسكها وينزل لهم. وفعلا بيكسر الباب وبيدخل لها، بس هي بتمسك آلة حادة وبتطعنه في رقبته وبتقتله، وبعدها بتسحب جثته للسرداب، وبيفضلوا هما ينادوا عليه من تحت، ولما ما بيردش عليهم فبيطلعوا يشوفوه، وبيلاقوا الدم وبيفضلوا ماشيين وراه لحد ما بيلاقوا جثة فانس. فبينهار اخوه اول ما بيشوفه وبيفضل جنبه، وبيشوف بيري انا وهي بتقفل الباب الرئيسي للسرداب، وبيكون الباب ده بيوصل للمطبخ. فبتطلع آن من المطبخ وبتروح تجيب مفتاح، وبتدوس على زرار معين، والزرار ده بيقفل سلم السرداب، فبيتحبسوا كلهم جوه. وبيحاول بيري وجي بي ان هم يكسروا الباب، لكن من غير اي فايده. وفي الوقت ده بيحاول دان ان هو يفك نفسه، بس برضه من غير اي فايده. وبتروح انا تقفل كل الانوار وتقفل باب البيت بالمفاتيح علشان محدش يقدر يخرج. وبعد كده بينادي عليها دان علشان تفكه، وبيقول لها انه جالها علشان يطمن عليها لما ما راحتش للجنازه، وانه ما يعرفش اي حد منهم غير فانس، وانه كان بيتكلم معاه عادي عن الفلوس، وما كانش يعرف انه هيعمل كده. وهو فعلا كان بيقول لها الحقيقه، وهي اتظاهرت ان هي صدقته وراحت علشان تفكه، بس كسرت صباعه، وبعد كده خدته لباب السرداب ورميته معاهم. وبتروح لاوضه غريبه في البيت، وبتطلع تلفزيون وسماعات لانها بتكون حاطه كاميرا في السرداب، وبتقعد تتفرج عليهم وتسمع اللي هما بيقولوه. وبيفضل دان يطلب المساعده منهم، وبيروح بيري علشان يساعده، ولما بيشوف رجليه بيلاقيها اتكسرت لما وقع من فوق. وبيروح جي يمسكه كويس، وبيري بيرد عظم رجله لمكانه الطبيعي. وبتكون انا مصدومه وهي بتتفرج، وبتزعل على دان لانها بتحبه. وبعد كده بيبص دان حواليه وبيلاقي جثه فانس صاحبه، وبيزعل جدا. وفي الوقت ده بتفتح انا الباب عليهم، وهي معاها جهاز للتحكم في الاوض، وبتسال دان على حالته. ولما بيفضل يتكلم معاها بيتعصب عليهم بيري، وبيشتمها وبيكسر رجل دان اللي كان لسه راددها له. فبتقول انا لجي ان الاوضه رقم 2 فيها علبه اسعافات اوليه، وبتقول له انها فتحتها ويقدر يدخلها. ولما بيدخلها بيلاقيها ضلمه، وعلى طول بتدوس انا على زرار في جهاز التحكم بيخلي نور الاوضه يولع، وبتقفل الباب عليه. ولما بيتقفل عليه الباب بتمشي انا وبتسيبهم. ولما بيدخل جي يشوف الاوضه اللي هو فيها بيلاقي فيها سرير ودولاب ولعب اطفال، وشكلها كانها اوضه عاديه، وبتكون انا بتتفرج عليه من الكاميرا المزروعه جوه الاوضه دي. وبعد كده بياخد بيري جثه فانس وبيحطها عند الباب الاول للاوضه علشان ما يتقفلش زي الاوضه الثانيه. وبيفضل بيري يدور على طريقه يخرج بيها من المكان، ولما بيلاقي حجر بيحاول يكسر بيه الباب لحد ما بيقدر ينجح، وبيلاقي نفسه دخل لاوضه ثانيه، وبتبقى انا شايفاه في الكاميرا، فبتتعصب لما بتلاقيه دخل الاوضه الثانيه. وبيفضل بيري يدور على اي حاجه في الاوضه اللي دخلها، بس بتطلع انا من وراه وبتضربه بمطرقه على دماغه، لكن بيري ما بيموتش، وبيقوم يضربها وبيحاول يخنقها لحد ما كان هيقتلها، بس الجرح اللي في دماغه بيزيد وبيموت قبل ما يقدر يقتلها. وفي الوقت ده بتوصل المحاميه علشان تطمن على انا علشان ما حضرتش الجنازه، وبتسمع انا صوتها وبتطلعها وبتتعامل معاها عادي جدا وما بتخليهاش تحس باي حاجه. ووقتها بيدخل دان ورا بيري، وبيتفاجئ بجثه بيري على الارض، وبيلاقي ثلاجه جنبه، ولما بيفتحها بيتفاجئ بوجود جثه جواها وبيتصدم من المنظر. لكن بيلاقي جنب الثلاجه النفق اللي استخدمته انا علشان تدخل لبيري، وبيطلع على السلالم وبيفضل يصرخ، وبتسمع المحاميه صوته، بس قالت لها
لها انا ان دان بيصلح لها حاجه في السرداب، وبعدها بتمشي المحاميه وبتفتح انا السلالم مره تانية وبتنزل السرداب وبتروح لدان وبتشده من ايده وبتدخله الاوضه اللي فيها جي وبتحبسهم مع بعض. وبتروح انا الاوضه تانية جنب الاوضه اللي هما محبوسين فيها، وبتكون في جثه مرميه على الارض وهي في الطريق. ولما بيدخل دان بيقول لجي ان بيري اتقتل وان كان في جثه في التلاجة، فبيقول له جي ان الاوضه دي بنفس التصميم والالعاب وكل حاجه شافها فوق وهو بيدور على الفلوس، وبيستغرب ان نفس الاوضه بكل مواصفاتها موجوده برضه في السرداب. فبيفكر جي شويه وبيستشف ان اكيد انا بتراقبهم، بس مش بيلاقي كاميرا، فبيخمن انها شايفاهم من المرايه اللي في الاوضه. فبيحاول ان هو يكسر المرايه واللي بتكون انا وراها فعلا، ولكنها بتقوله بالمايك انها مستحيل تتكسر، وبتقول له ان في قميص في الدولاب وبتطلب منه ان هو يلبس القميص والا كونراد هيدخل لهم. وبيتريق جي بي عليها لان كونراد مات اصلا، وبيطلب منها دان انها تفتح الباب، بس هي بتقول له انها مش هتفتحه غير لما يلبس القميص. وبيوافق جي وبيلبس القميص، وبيستنتج جي بي ان كونراد قاتل متسلسل وانه كان بيسحب ضحاياه للسرداب وبيقتلهم، وهي كانت بتفضل تتفرج على الضحايا زي ما بتعمل دلوقتي، وبتديهم دفتر ورق من فتحه في الحيطه، وبيكون الدفتر مكتوب فيه كل الضحايا اللي هم قتلوهم ومعلومات عن الضحايا، واللي بيكونوا كلهم متحرشين اطفال، وبتقول لهم ان هم ما عملوش اي حاجه غلط وان هم كانوا بيقتلوا ناس يستحقوا ان هم يموتوا. وبنكتشف هنا هي ليه مش قادره تسامح باباها، لان هي قالت لهم ان باباها هو كمان كان متحرش واتحرش بيها وهي صغيره، بس كونراد اخوها انقذها منه وقتله. وتقريبا كده القميص اللي هي اصرت ان جي بي يلبسه كان ليه علاقه بالحادثه دي. المهم انها بسبب الحادثه دي جالها المرض ده، ومن ساعتها ما خرجتش من البيت. وقرر اخوها كونراد ان هو يبني كل الاوض دي علشان يعذب متحرشين الاطفال. فبيتعصب جي بي وبيقول لها ان اخوها كان مختل عقليا وقتل ابوها علشان يحس بالمتعه، مش علشان ينقذها ولا عشان يخلص المجتمع من المتحرشين، وبسبب كده بقى قاتل متسلسل. لكن دان بيتعصب عليه وبيخليه يسكت. وبعد كده بتنادي انا على دان وبتدوس على زرار وبيتفتح قدام دان علبه فيها مسدس وطلقه واحده، وبتقول له ياخد المسدس ويقتل جي وفي المقابل هتحرره، ولكن بيرفض دان وبيقول لها ان هو مش مجرم. فبيروح جي ياخد المسدس وبتحاول انا انها تخليه يحس بالذنب لان هو السبب في موت اخوه الصغير فانس، وبتحاول تقنعه ان هو يقتل نفسه، بس هو بيفضل يضحك عليها ويقول لها انه مش هيقتل نفسه، وكمان كان بيهددها بقتل دان. بس علشان هي كانت بتحب دان بتقرر تدوس على الزرار من الآلة اللي معاها وبتفتح لهم الباب، وبيهرب جي ودان مع بعض بسرعة. ولكن قبل ما بيطلع جي بي بياخد جثة اخوه معاه بره البيت، ولما بيطلع وهو متعصب بيضرب دان فبيفقده وعيه، وبيدخل يفضي البنزين علشان يولع في البيت، ولكن بتطلع وراه انا وبتمنعه ان هو يعمل كده. فبيهجم عليها وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيمسك جي حبل وبيلف حوالين رقبتها وبيكون خلاص هيقتلها، بس دان بيكون فاق وبيحاول يمنعه ويشتت انتباهه. فبتاخد منه انا المسدس اللي في جيبه وبتقتله، وبيخرج دان من البيت من غير ما يقول اي حاجه. وبعد كده بتطلع انا من البيت لاول مره من 10 سنين، وقبل ما تخرج بتولع في البيت وبتمشي والفيلم بيخلص. وفي النهايه احب اقول لكم اوعى تحكم على الكتاب من عنوانه، لان انت هتكتشف حاجات كتير لما تقرا الكتاب عمرك ما هتقدر تكتشفها من عنوانه. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناه اليوتيوب ولصفحه الفيسبوك، ولو بتحب الملخص